عيوني والله ما فشلكم لعيوني، لكن انا اللي بدي احكي لكم اياه. حطوا حالكم في مكاني. احط حالي في مكاني. حطوا حالكم في مكاني. اسمح. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أهلي وإن ظنوا علي كرام، أهم أهلك أبناء القبيلة الذين تعنوا عناء السفر وجاءوك طالبين منك أن تعدل عن استقالتك حبا بالوطن وحبا بالقبيلة. فما جئنا اليوم إلا لتعدل عن قرار الاستقالة كطلب من جميع أبناء قبيلة بني صخر من محبين ومؤيدين ومؤازرين سعادة النائب محمد عناد الفايز. اسمحوا لي أن أدعو سعادة الشيخ طراد المسلط الفايز. المسجد الأقصى عقيدة إسلامية ودخل في القرآن وذكر في القرآن، فهذا تدريس للعقيدة الإسلامية. أرجو من الحكومة توقف موقف مشرف لهذا العمل، بهذا الوزير الخائن الخاب الصهيوني. كنا معه. بسام زيد عمي ابو زيد عمي اسمع دقيقه ابو زيد انا ابو فهد اسمح لي. انا حكيت اول كلمه انه انا ما اقدر اتخطى عيال عمي وقرايبي ولا اقدر اتجاوزهم، خصوصا في رجالات مثل ابو البشر ومثل الشيخ ابو اكرم طراد المسلط. يعني حتى في فكرتهم وطرحهم هذه التقت مع الفكره الاولى اللي هي في تجميدها. خلينا انا وراح اوافقكم الراي وانا معاكم على هذا في تجميد الاستقاله حتى نترك المجال للمجلس هو يتخذ قرار. خليني اطلع يا مجلس النواب، القرار عند قبيلة بني صخر، ما هو عندكم. القرار لنايبنا، في غيره تكلم تحت القبة ما بك ولا فتح اسمه، لا تسوون قلت وفقوا. قطرة دم من دمي ولآخر لحظة من عمري مقبلا غير مدبر. أنا أتحدث باسمكم أخواني الرجال الموجودين هنا والمشاهدين لنا، أننا جميعا مع الدستور وجميعا مع الثوابت الوطنية لا نحيد عنها حتى لا يصطادوا أحدا بالماء العكر. نحن دعاة إصلاح وبناء لوطننا لا معاولة هدم. إخواني، من حرصنا على الأردن والوطن وعلى قائد الوطن أيضا وعلى إرث الآباء والأجداد سنبقى نرفع الصوت عاليا بوجه كل الفاسدين وكل صاحب منفعة فاسدة وكل مشكك بولائنا وانتمائنا ومن يتربص بهذا الحمى العربي الأصيل. إخواني، في أي لقاء يجمعنا بسم الله الرحمن الرحيم. ينتابني شعور غريب بمحبة إخواني وابناء عمي وابناء وطني الغيورين. والله شعور بحياتي ما شعرت فيه مثل الثقة اللي تحملتوني إياها بشكل كبير. والله لو تطلب عيوني لترخص لكم. لكن خليني بس اكمل بس وجهة النظر. اخواني، لما قدمت استقالتي وكانت مشروعة لاسباب معينة بررت انه المجلس غير مستقل، حتى لو في جزء منه يحاول انه يثبت رأيه، لكن الغالبية العظمى للاسف يعني مسلوبين عيوني. والله ما فشلكم لعيوني، لكن انا اللي بدي احكي لكم اياه.
حطوا حالكم في مكاني. احط حالي في مكان. حطوا حالكم في مكاني. اسمح لي. والله تقتلوني يا اخوان. والله تقتلوني يا اخوان. والله تقتلوني يا اخوان. ابو زيد بالله عليك يا اخوان، بالله عليك تسمعوني. يا اخوان خلينا نكمل بس. خلينا نكمل مجدد. بدي اكمل اخواني خليه يكمل اخواني كمل خذ كثير ناس قالوا لي ليش انت خطبت خارج وما خطبت الداخل؟ ليش ما خطبت المسؤولين باعلى مستوى؟ انا خطبت مش رساله ورسالتين و20 رساله لما يئست وشعرت انه اصبح دوري بدون جدوى. انا راح اكون في موقفي نفسه داخل المجلس وخارج المجلس، بس اللي بدي اقوله يا اخوان، بدي اوصل رسالتي يا اخوان. لما اقدمت على هذه الخطوه، يعني هذه خطوه سياسيه، لا تنحروني ولا تذبحوني يا عيال عمي. عيال عمي انتم لا تذبحوني، لا تقضوا علي يا اخواني، لا تذبحوني. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني وعيال عمي واعمامي، يعني كان قرار سياسي وانا رجل سياسي. لا تكسروا الطريق. لا تكسر وانت تكسر ابو زيد. جمد الاستقبال. لا اسمع جمد تجميد يا ابو زيد. جهناك ميه انت ابن وطن يا ابو زيد. ميه شعب معك، كل الشعب الاردني معك، من الشمال الجنوب الشرق كل الشعب معك، كل الشعب معك والله. كل الشعب معك. خلينا نكمل. فرد اعصابك شوي، خلي اعصابك شوي. اللي بشر يا ابو بشر، خلي اذا سمحت خمسون. ابو زيد العطوه شهر يا ابو زيد. محمد عناد ابو زيد تسمعني؟ العطوه شهر يمون عليك شهر. اسمح لي عاد اجاوب. لا ما نقبل اقل من شهر. اسمح لي اجاوب. ما نقبل نهائيا. اسمح لي اجاوب. انا بالنسبه لي اكراما للرجال مش اشباه الرجال اللي يجوا بهذا الجو الماطر، الرجال الموجوده، ما اقدر اقول الا تم. وانا اعاهدك واعاهد عمي وكل الموجودين اني ما اتخذ قرار الا بالرجوع لكم. ولا يجرؤ كما قال اخوي ابو بشر، ولا يجرؤ مجلس النواب السعيد. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.